عشان تكبر البزنس محتاج تغير مفهوم ان السوق ده اتهرس، ان السوق ده صعب ان انا ادخله. البزنس علشان يكبر محتاج اصلا في بدايته ان انت تكون عامل ماركت بنتريشن. يعني ايه ماركت بنتريشن؟ يعني قادر ان انت تخترق السوق. لما تيجي تخترق السوق محتاج تخترقه بتميز وباوتستاندينج مختلف. فازاي اعمل ده في ظل ان نفس الخدمات بتتقدم، نفس الاعلانات بتتقدم، نفس المنتجات تقريبا بتتقدم؟ انت محتاج تبقى انت في البيزنس. يعني اللي انت هتعمله كمنتج او خدمه جديده محتاجه ان هي تبقى مميزه، تبقى شبهك، وتبقى قادر ان هي تبقى مختلفه عن بقيه السوق حتى لو كان ده مش الطبيعي. فالطبيعي عشان تقدر تاخد حصه في سوق مهروس او سوق قديم زي مثلا سوق الحلويات، زي سوق الخشب، اسواق بقالها سنين موجوده، فانت محتاج ان انت تفكر بشكل مختلف، تفكر من حيث انتهى الاخرون. مش تبدا الموضوع من اوله وتبدا تقول انا الكواليتي بتاعتي اعلى من الناس الكبيره القديمه، انا السيرفيس بتاعتي احسن، انا السعر بتاعي احسن. كل ده ما يفرقش في ظل ان في سمعه اتبنت على مدار سنين الشركات التانيه والبراندات الكبيره القديمه قدرت انها تبنيها. فانت عشان تقدر تأثر المده دي انت محتاج تخلق حاجه اسمها سمعه، حاجه اسمها وورد اوف ماوث، الناس تبدا تتكلم عليها وتقولها بطريقه بسيطه. فلما تيجي سيره البراند بتاعك يظهر بكل بساطه ده البراند ده اللي حصل فيه كذا، ده اللي عامل فيه كذا، ده اللي بيعمل كذا. هنا بس قدرت تعمل ماركت بنتريشن، هنا بس تقدر تدخل في سوق مهروس، هنا بس تقدر تبان وتبقى واضح وتنجح في وقت اقصر بكتير.